السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا بصحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. بحبكم في الله يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبسعادة وبصحة وبهنا يا رب العالمين. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايبي. النهاردة كده بقى زي ما قلتولي في الكومنتات وخدت رأيكم كده في الفيديو اللي فات على المكان اللي هزرع فيه والحتة اللي هتبقى أصلح للزرع، سواء المكان ده أو المكان التاني. أنا قريت الكومنتات بتاعتكم كلها وكل الناس رشحت لي المكان اللي مكان المعيز دوت اللي هو فيه التراب ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده. كلهم قالوا لي ده هيبقى أصلح للزرع وأفضل وأحسن، وفي نفس الوقت عشان هو تراب وعشان في السبلة بتاعت المعيز دي هتبقى حلوة جدا للزرع وهتبقى مفيدة ليه يعني. فكله رشح لي المكان ده كده، نضفناه زي ما انتم شايفين كده بقى. وانا طبعا بحب اخد بكلامكم وبارائكم. كلكم حبايبي ودايما بتشوفوا الاصلح ليا ايه وتقولوا لي ان انا اعمله، وانا دايما اللي بسمع في كلامكم حبايبي. وان شاء الله ربنا يصلح الحال وهنحاول نزرعها ونشوف كده ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم واذا كان الزرع هينفع ولا لا. فان شاء الله يبقى خير بامر الله رب العالمين. احنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا الحته دي كده حوطنا عليها، شلنا الخشب اللي كان فيها الاول. كنت مصورها معاكم، كان كلها خشب هنا في المكان ده كده وشبابيك وبيبان، شلناهم ونضفنا المكان وحوطنا بقى الحته دي بقى كده على قد ما نقدر، عملناها زي حوض كبير كده. طبعا بنسويها. جه حد وقف معايا يعني وقلنا نسويها برضو كده علشان خاطر ايه، هو عملناها بالفاس الاول وعملنا ليها حدود كده عشان الميه ما تنزلش بره الحدود دي. وبعد كده جبنا شوكه زي كده بتاعه الارض دي وقلنا ايه نسوي بقى التراب اللي فيها كله كده ونقلبها في بعضيها كده في السبله بالتراب وكله في الميه كده عشان تبقى متساويه معانا وتنفع وتبقى صالحه ان الزرع يعني ايه نعرف ان احنا يبقى سهل نرشه فيها. وان شاء الله ربنا يبارك الحال يا رب، يصلح الحال يا رب ان شاء الله يا رب العالمين. ونحاول ان احنا ايه نزرعها ويطلع الزرع معانا. انا وريتكم الحبوب بتاعه الزرع والتقاوي اللي عندي. انا بصراحه في تقاوي عرفتها فيها وتقاوي لا، لان التقاوي دي كانت باقيه عندنا من زرع الارض الكبيره اللي بره، فكان كذا حاجه في كل كيس شويه كده. انا عرفت ان فيها فجل وفيها جرجير وفيها خضره اللي هي الكزبره والشبت والبقدونس، وكان في نوعين تانيين انا بصراحه ما عرفتهمش. حاولت ان انا اعرفهم بس والله يا جماعه ما عرفتش ان انا اميز ايه. كان نفسي الاقي فيها ملوخيه عشان ازرع الملوخيه، بس للاسف الشديد ما لقيتش فيه ملوخيه. في ذره بقى، قلت الذره ان شاء الله هزرعها بس هزرعها في الارض اللي بره عشان الارض اللي بره متخططه خطوط يعني، واحاول ان انا ازرع فيها الذره جنب القته. القته بيبقى فيها ناحيه فيها الزرع والناحيه التانية بتبقى فاضيه، فانا هاجي في الاتجاه الفاضي في الخط من ناحيه القته وهزرع فيها الذره ان شاء الله، وهصور لكم فيديو واحنا بنزرعها مع بعض وبنعملها مع بعض كده ان شاء الله. وتحاول ان هي ايه هناك كده كده الميه مفتوحه عليها وهتطلع اسرع واحسن. اما هنا عشان ده انا هعملها نظام حوض، هتبقى احواض كده بقى للخضره وللجرجير والكلام دوت، فما زرعتش معاها ذره بصراحه. بس انا عندي كميه ذره حلوه موجوده يعني للزرع. زرعنا منها الاول الصيف. وطلعت الذره كانت بسم الله ما شاء الله، كنتوا بتشوفوها معايا في الفيديو واحنا بنشويها وكده، كانت طعمها تحفه ومسكره، كانت حلوه جدا يعني. فان شاء الله هزرع منها تاني. كده احنا بصوا يا جماعه سوينا الارض، الخرطوم طبعا جنبي على طول، وفتحنا كده بصوا سويت الارض بعد ما سوينا الارض كلها وظبطنا بقى الارض وبقت بمساوات بعض كده زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ورحت قاسمه الحوض نصين بالطوب ده كده. بصوا عملت الطوب ده كده بصوا اهوت، قسمت النص الاولاني ده هزرع فيه الكزبره والخضره مع بعض كلهم، هبدرهم هنا في المكان دوت. اما النص التاني بقى دوت اللي هو اللي جنب الحيطه ده هزرع فيه بقى فجل وجرجير ونوعين تاني انا مش عارفاهم بصراحه، بس هحاول ان انا اقسم نصين، نص هنا ونص هنا يعني. فطبعا اخواتي وحبايبي ومتابعيني قالوا لي اعملي كده، اعملي الحوض كبير وبعد ما تسويه اقسميه نصين واقسمي كده، حددوا كل زرعه لوحديها. انا عملت كده زي ما هم قالوا لي. انا الاول فتحت الخرطوم في الارض، الحنفيه جنبي والخرطوم مش هغلب في ان انا اسقيهم يعني ان شاء الله رب العالمين. وكل اللي شايفنا بقى هيقول انا كده ماشيه الخطوات صح ولا لا، وان اذا كانت الدنيا كده بسم الله ما شاء الله يعني هتظبط معانا ولا ايه، ولا في حاجه انا عملتها غلط. برضو انتوا رايكم بيهمني وبيفيدني كتير في حته ان انا اعرف اذا كان المواضيع كده ماشيه مظبوطه ولا لا. ده الحوض التاني اهو، ده اللي انا هزرع فيه الفجل والجرجير، والنوع التاني اللي انا مش عارفاه هزرعه في المكان ده.
اما المكان الاولاني خالص دوت عشان كبير، ومعايا الخضره كانت الكزبره والخضره بتاعتها كتيره، فقلت هزرعها في المكان دوت. احنا سوينا المكان، عملت حدود اهو جنب الكاوتش كده عشان الميه ما تنزلش فيها، وعملنا حد بالطوب الابيض كده برضو حاجز كده ما بين دوت وده. وعملنا هنا، وهرش الزرع معاكم بقى كده وهتشوفوا. طبعا انا مش هرش الزرع غير لما الارض تشرب الميه دي كلها. احنا عومناها ميه زي ما انتم شايفين كده، واديناها ميه بالزياده. طبعا الميه دي الارض هتشربها، وساعه لما تبدا تشربها هتلاقوني ان انا هبدا ابدر الزرع وهسيبها على كده. انا بعد ما بدرت الزرع يا جماعه انا بصراحه ما سقيتش، خفت اسقي بعد ما ابدر الزرع. هي كانت شاربه بما فيه الكفايه، الارض يعني كانت شاربه. شوفوا دي الكزبره اهي، والخضره اللي انا بقول لكم عليها دي احنا كنا زرعنا منها قبل كده، وبقى مننا شويه تقاوي، فقلنا ان شاء الله هنعملها بقى كده ونبدرها بامر الله. طبعا انا هقف من بعيد كده واحاول ان انا ابدر. انا اول مره ازرع، ويا ان شاء الله ربنا يصلح الحال والزرع يطلع معانا كويس. هبه بقى كانت عماله تصورني وانا بقى بصوا عماله ابدر وازرع، ما اعرفش اذا كنت انا كده صح ولا لا. عماله اوطي ايدي على قد ما اقدر وابدر في كل مكان، عشان ايه؟ احاول ان انا افرقه في الاماكن كلها، يعني ما يبقاش مكون في مكان واحد بس يعني. فزي ما انتم شايفين اهو دي كيسه الخضره كلها انا اهوت. بصوا حاولت ان انا اوزعها في الاماكن كلها. طبعا انا زرعت هنا الخضره، والناحيه التانيه هاخد زرع اللي هو الفجل والجرجير والحاجه التانيه اللي انا ما اعرفهاش، وهزرعها برده هناك وهنشوف هيطلع معانا ايه. فان شاء الله انا كان نفسي ازرع ملوخيه، كان نفسي قوي قوي يعني بصراحه، بس للاسف ما لقيتش عندي التقوي بتاعتها والله. بس هحاول انزل السوق كده يا جماعه وهسال، لو لقيت التقوي بتاعتها هشوف بتتباع فين، واحاول اجيبها بامر الله واعمل لها مكان لوحديها، وهزرعها برده. مش هسكت غير لما ازرعها، عشان انا حطيتها في دماغي خلاص. وعشان خاطر ماما ام اميره جميله العسل بتحب الملوخيه وقالت لي زرعها عشان انا بحبها، هدور لها من تحت الارض وهجيبها كده عشان ازرعها عشان خاطر مامتي حبيبتي. فربنا يصلح الحال يا رب ان شاء الله، واحاول الاقيها ونزرعها مع بعض برده، ونعمل لها مكان كده بامر الله ونزرعها مع بعض ان شاء الله. هو تملي الرنات تيجي ساعه الفيديو. عفوا حبايبي معلش. عفوا يا حبايب قلبي، معلش انا اسفه على ان انا قطعت الفيديو، بس التليفون رن فلخبط لي الامور كلها. معلش كده. انا كده زرعت معاكم كزبره بقى والخضره، وهجيب بقى الزرع التاني وهروح ابدره في المكان التاني برضو ان شاء الله. برضو نفس الحكايه كده هبدرها. انا بقى الخطوه اللي جايه ديت اللي انا بقول لكم عليها، عايزه اشوفها صح ولا غلط. انا بعد ما بدرت الزرع كله وبدرت هنا وهنا في الجنبين، بعد طبعا الميه الارض شربت الميه اهي تماما، وكانت الطينه بس وانا بدرت في الطين. فانا بقى عملت بدرت كله وما حطيتش ميه تاني بقى، ما زرعتش ميه تاني. الافضل ان انا ازرع احط ميه تاني يوم بقى اسقيهم تاني يوم، ولا الافضل ان انا افتح عليها ميه في ساعتها عادي واسيبها تشرب تاني عادي وكده يطلع الزرع يبقى كويس، ولا انا خفت ازرع احط ميه فالتقاوي دي كلها تتشال وتقف في مكان واحد، يعني ما تثبتش في المكان اللي انا بدرتها فيه. الميه ممكن تحولها في مكان تاني. قولوا لي بقى اذا كان زرعي صح، واذا كنت انا ماشيه بخطوات صح ولا غلط، ولو في اي ملحوظه او اي حاجه عدت مني وانا ما عرفتهاش اكتبوها لي في